السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة الرقاق الطري. العيد قرب، كل سنة وحضراتكم طيبين. ان شاء الله هنعمله مع بعض بطريقة جديدة ومميزة، هيطلع ناجح جدا معاكي من اول تجربة. هنعمله بطريقة فرد مميزة جدا ومختلفة. هتعمليه كده في دقايق، ومن نص كيلو دقيق هنعمل كمية حلوة جدا. ومش بس ينفع بحشوة اللحمة المفرومة، هنعمله بقى ان شاء الله بإذن الله ينفع كده كبديل للكريب، او ينفع كده كعيش سوري تستخدميه في السندوتشات. حلو جدا الوصفه النهارده ما شاء الله ناجحه جدا، وهنعملها بطريقه مميزه جدا بدون فرن. هنعمله على البوتاجاز بطريقه تسويه سهله جدا وبسيطه. يلا كده نسمي الله ونشوف هنعمل وصفه الرقاق القمر ديت ازاي. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك، ولو اول مره تشرفوني في القناه تشتركوا معايا وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. ويلا نشوف هنعمل الرقاق الطري مع بعض ازاي، كمان ينفع نستخدمه حلو وحادق وهيطلع تحفة بإذن الله. يلا مع بعض نسمي الله ونشوف هنعمله مع بعض ازاي. المقادير سهلة جدا وبسيطة. أنا عندي هنا نص كيلو من الدقيق، أي نوع دقيق متعدد الأغراض. عندي هنا 4 معالق كبار من الزيت، ورشة ملح بسيطة في طبق عميق بقى كده. وهنزل بالدقيق وبالملح وعليهم الزيت. هنبس كده الزيت مع الدقيق. الموضوع سهل جدا مفيهوش أي حاجة صعبة. المية طبعا احنا عارفين المية على حسب العجن، يعني هننزل بالمية كده بالتدريج لحد ما العجينة تظبط معانا وتلم وتدينا القوام المظبوط. انا هنا استخدمت نص كيلو من الدقيق، اخد 2.25 كوباية من المية. بصراحة انا ما حبيتش اقطع حاجة من الفيديو علشان تشوفوا كل مراحل العجينة. العجينة بتبقى ملزقة كده، وكل ما بتعجني معاها في العجينة بتنعم معاكي وبتبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. اول ما العجينة بتنعم كده، انا عايزة العجينة طرية مش عايزاها ناشفة، يعني تعجني العجينة كويس جدا علشان تعمل معاكي عرق وتتفرد معانا بسهوله، وما تعذبكيش بقى كده وانت بتفرديها. هنقطعها بقى كده قطع متساويه، اهم حاجه تكون القطع كلها متساويه قد بعض. انا قطعتها هنا مثلا على حجم الليمونه الكبيره. اهم حاجه تخلي القطع كلها متساويه. وهنا بقى لما كنت بلاقي كده واحده كبيره كنت بشيل منها. حاولي على قد ما تقدري تخلي القطع كلها متساويه علشان في الفرد تكون كلها بسوى واحد. هنا بقى بشيل من كل واحده، حسيتها كبيره كده فبشيل من كل واحده قطعه صغيره، وبتسيبيها ترتاح بقى كده حوالي نص ساعه لو الجو حر، وبعدين بتتفرد معاكي بكل سهولة. اهم حاجة هتفرديها كلها مقاس واحد. وعندي بقى هنا حوالي ربع كوباية من الزيت او نص كوباية من الزيت، هنزل عليهم بمعلقة كبيرة من الدقيق وهنقلبهم كويس جدا. ورشة دقيق بقى خفيفة كده، وهندهن بين كل طبقة والتانية بخليط الزيت اللي عملناه مع الدقيق. ده بيعمل كمادة عزل فما بيخليش الرقاق يلزق في بعضه. هندهن كويس جدا. ودي اول طريقة لفرد الرقاق. هتفردي بقى كده بايديكي، وبعدين بالنشابة، وبعدين هتقلبيهم كده على كل اتجاه، هتفرديه شوية. اظن مفيش اسهل من كده، الموضوع سهل جدا وبسيط. دي اول طريقة للفرد. هنعمل مع بعض طريقة تانية سهلة جدا، وبصراحة انصحكم ان انتوا تعملوها لانها بتبقى اسهل في التسوية، واسهل كمان وانتي بترصيها كده مع بعض. هنجيب ورقة زبدة وهندهنها كويس جدا بالخليط اللي عملناه، وهنرص برضو طبقات الرقاق، وبين كل طبقة والتانية هنرص طبقة كويسة جدا من الزيت على الدقيق. لو انتي بقى اول مرة كده تعملي الرقاق، انصحك تعملي الطريقة ديت لانها سهلة جدا وبتسهل عليكي الموضوع جدا. كمان في التسوية وانتي بتسويه ما بياخدش وقت منك خالص. وبالنشابة كده بقى وهنفرد العجينة، وهنقلب ورق الزبدة هنعمله على كل اتجاه كده شوية. الموضوع سهل جدا وبسيط. وعلى النار بقى كده هتقلبي صينية على البوتاجاز، يعني هتكفيها كده على البوتاجاز. وهنحط بقى كده ورقة الزبدة. بصراحة الطريقة ديت اسهل بكتير من انك تحطي العجينة على الصينية مباشرة. ودقيقتين بقى كده على كل جنب، ما شاء الله مفيش اسهل من كده. وهتقلبيها بقى وتشيلي اول طبقة من الرقاق. خلي بالك بقى علشان هو بيبقى سخن جدا.
ما شاء الله على الجمال، شايفين تحفة. وهننزل بورقة الزبدة وهنلفها على الناحية التانية هتكون استوت، وهنشيل الرقاقة التانية. وكده بقى لحد ما نخلص كمية الرقاق كلها. خفيف جدا ما شاء الله، وسهل جدا وبسيط. اللايك يا حلوين بقى، ما تنسوش تضغطوا لايك لو لسه بتشوفوني لحد دلوقتي. طبعا العيد قرب، ولازم صينية الرقاق في كل بيت مصري في العيد. كل سنة وحضراتكم طيبين. نعمله بقى من دلوقتي كده ونشيله في الفريزر للعيد، مش بياخد وقت خالص في العمايل، وبيبقى حاجة كده مميزة في العيد. ايه رأيكم بقى في الجمال؟ حاجة كده ما شاء الله سهلة جدا وبسيطة ونضيفة، كفاية ان انتي عاملاها بايديكي. وبنقلب بقى وناخد الطبقة اللي تحت على الصينية بتكون استوت، ما بياخدش دقيقة كده على النار. وانا صورت معاكم بقى كده اول القطعة دي بس، ما صورتش بقية الرقاق علشان ما اطولش الفيديو عليكم. ايه رأيكم بقى؟ سهل جدا وبسيط، ومفيش اسهل من كده. وما شاء الله من نص كيلو من الدقيق عملنا كمية حلوة جدا من الرقاق، يعني ما كلفناش حاجة خالص، حاجة سهلة كده وبسيطة وناجح جدا بقى لو اول مرة هتجربيه. ينفع بقى تستخدميه كبديل للكريب، او عيش لشاورما، او العيش السوري بتاع البطاطس اللي بيبقى تحفة بقى، بنشتريه بأغلى الأسعار. تقدري تعمليه بأسهل طريقة في البيت. ناجح جدا بقى ومميز. وعملت بقى هنا صينية الرقاق، بس ما صورتهاش بقى، هكتب لكم الطريقة تحت في صندوق الوصف. ما شاء الله تحفة، حاجة كده مقرمشة من بره وطرية من جوه، تحفة ما شاء الله. وان شاء الله اعمل معاكم الرقاق الناشف. اتمنى بجد ان انتوا تجربوا الرقاق الطري بطريقتي، وهستنى رايكم في الكومنتات. وبجد شكرا لكلامكم الحلو، وشكرا ان انتوا بتشوفوني، وانتظروني في فيديوهات تانية كتيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.